ابو السيارة شو يسوي من تمطر بالعراق؟ اول شي تشوف ياهو الغاسل سيارته ونقول له كله من وراك. زين، اللي عنده سيارة ويريد يطلع شو يسوي بهالحالة؟ اول شي لازم يشكر الدولة على منظومة المجاري، وبعدين يشكر الناس على الاوساخ اللي يرمونها بكل مكان وتفسد ابو المجاري، ويندعي لهم بالخير والمغفرة والرحمة. وثالث شي واهم شي يندل مكان شوتة السيارة، لان اكو سيارات شوتتها عالية نسبيا وسيارات باقل ما يتبوق هواء وماي، والمحظوظ بس تطفى السيارة عنده، والما محظوظ يصير التالي وياه. وطبعا اكو هواي مشاكل تصير بسبب الماي. منظومة تعليق من دبلات واكسل ودرايف شيفت وبولبرنات كلها اجزاء المعدنية ما مصممة حتى تنقع وتنغمس بالماي، ولكن تتحمل رشة الماء العابرة. واذا صاروا دخل الماء داخل السيارة فهذا الشيء مؤذي جدا لكهربائيات السيارة، والسيارة كلها كهربائيات. والحل الصحيح لهاي المشكلة انه يتفرغ داخل السيارة كله ويتنشف زين ويتخلى مادة تمتص الرطوبة، رغم ان الجو كله رطوبة، ولكن لازم يتم فتح الفيش أيضا وتنظيفها بمحلول الكتروني حتى ما تبقى بها رطوبة. أهم نقطة وراء كل هذا الحكي، التأثير السلبي للماء الراكد في الشوارع لا يقتصر على الحشرات والأوساخ والمنظر القبيح، بل أنه يحفر الشارع نفسه. مع كل سيارة تجي يصير جرايند لحد ما تصير الشوارع في حالة يرثى لها مثل أغلب شوارع العراق. لذلك حاولوا قدر الإمكان تمشي ببطء في الشارع الفائض، لأن الماء يساعد بطحن التبليط، والأفضل أنك ما تطلع بسيارتك بهاي الجو. وبارك الله بالجهود كل موظفي البلديات اللي يعملون الآن ليل نهار لسحب الماء الفائض، وبكل موظف شريف يعمل بدون توقف، وخصوصا موظفي الشركات الأهلية اللي حتى عطى الماء عندهم ولا أحد يدار لهم بال ولا أحد يوجه لهم شكر، فإحنا حابين نوجه لهم شكر. ولايك وسبسكرايب، ونشوفكم بحلقة جاية.